أهلا بكم أيضا في هذا اللقاء الخاص والحصري مع قائد المنتخب السعودي الأول الكابتن ياسر القحطاني، يتحدث مباشرة لدبي الرياضية. ياسر، شكرا لك لاختيار والحديث مع دبي الرياضية، وخليني أسألك، ربما أنا سألت ريكارد عن سبب اختياره لك أنت بالتحديد في هذه البطولة، لكن أسألك إن كانت وهذه مبادرة منك لهذه البطولة والمشاركة فيها، لماذا اختيار هذا الوقت بالتحديد واختيار كأس الخليج؟ والله في البداية يعني أنا كان اعتزالي الدولي، أنا أخذت يعني بعد ما أخذت أنا الموضوع أو الأمر أو القرار اعتباطي. أنا حسبتها بأنه أولا المنتخب كان في وقت بعد خروجنا بعد التصفيات كأس العالم 2014، فمعناتها أنه أقرب منافسة لكأس العالم قد يستطيع فيها مشاركة المنتخب اللي هي 2018، وأنا أعتقد أني ما راح أواصل إلى هذا الوقت. وأنا بالنسبة لي كان يعني كأس العالم كمشاركة في كأس العالم كانت الهدف الحقيقي والرئيسي بالنسبة لي. ثاني موضوع اللي هو أنه المنتخب كان يتكلم ويتحدث على أنه التجديد والشباب ولاعبين الشباب، وكانت هذه بالنسبة لي أنا سبب من أكبر الأسباب أنه ما أكون سبب في إعاقة أحد المواهب الصغيرة أنه ممكن تلعب وتخدم المنتخب وتكون موجودة في 2018 أو تساهم في صعودنا في 2018. فاتخذت هذا القرار في هذه اللحظة، وأعلنت أكثر من مرة يعني كذا. يمكن كل المعسكرات اللي فاتت للمنتخب والمباريات الودية كان المنتخب على تواصل معي في أنه هل في إمكانية عودتي أو لا، ولكن كنت أتكلم معهم أنه متى أنتم ما لقيتوا أن الحاجة لياسر ماسة في تواجده فأنا موجود تحت رهن إشارة المنتخب، ولكن لمجرد الاختيار فأنا أعطيت قرار اللي هو الاعتزال في هذه البطولة. قبل بطولة كأس الخليج المستر ريكارد كلمني لأول مرة، يعني يكلمني شخصيا وشرح لي الموضوع أنه أنا أحترم قرارك وهذا أمر راجع لك، ولكن أنا أعرف أنه سبب اعتزالك يا ياسر هو نفس اللي أنا حكيت اللي هو فرصة للاعبين الشباب وأنه يأخذون فرصتهم. هو قال أنه أنا في وجهة نظري أنه وجود يعني أكثر من مباراة منتخب لعبنا أنه يحتاجون هذول الشباب إلى وجود أكثر من لاعب خبرة متواجد خصوصا في جميع الخطوط أيضا، علشان يساعدونهم ويعني زي ما يقولون يعني يشدون يعني من عظمهم شوي، وراح يكون دعم بالنسبة لهم. واحنا نتمناكم تكون موجود يعني معنا ما اعتقد انه بعد مكالمة المستر ريكارد انه بيكون وشرحه لي بالطريقة هذه، وهو رجل معروف بتاريخه سواء كان كلاعب او كمدرب، واقنعني في الموضوع للامانة، ووافقت انه ارجع للمنتخب، وباذن الله انه العودة ان شاء الله تكون مثمرة باذن الله. الحديث الكبير الذي يدور عن هذه البطولة سواء في الإعلام أو حتى أكرر وأقول الشارع الرياضي السعودي يشكل ضغط كبير. أسألك من ناحيتين، كيف تتعامل معه وأنت قائد المنتخب، وأيضا من ناحية أخرى وأنت عائد للتو للمشاركة في المنتخب؟ أعتقد أنه سيشكل ضغط كبير بالنسبة لك، كيف ستتعامل معه؟ الموضوع هذا صراحة أنا أطالب فيه الإعلام يعني السعودي بالذات، هو الوقوف مع المنتخب في هذه اللحظة وفي هذه التشكيلة بالذات، لأنه أغلب التشكيلة قد تكون إلى 80 أو 85% هي أسماء شابة لأول مرة تشارك، قد يؤثر فيهم الضغط. هم لعيبة وأمر طبيعي أنهم يستمعون يعني لوسائل الإعلام. الآن احنا في عصر ما تقدر يعني زمان كانوا يخبون عنا التلفزيون والجرايد، الآن كل شيء موجود في النت. جهازك اللي في يدك يجيب لك الدنيا كلها يعني في يدك. لكن كيف فالموضوع مكشوف يعني بالنسبة للعيبة، فأنا أتمنى أنه متى ما كان الإعلام إيجابي أكثر كيف تريدون؟ لازم يكون الإعلام إيجابي ويكون محفز. نبتعد عن الميول، نبتعد عن الأغراض الشخصية موجودة أكثر شيء مهم موجودة في المنتخب للأسف. فأنا أتمنى يعني إحنا عندنا إعلاميين واعيين اللهم لك الحمد، خلينا نقول أغلبهم عشان أكون يعني صادق، هم اللي ممكن إن شاء الله أنهم يدعمون المنتخب ويقفون معه. يا أخي حاسبوا المنتخب بعد البطولة، لا حد
يعني يحاول انه يعني يبث سمومه او شيء هو يعني يضمره شخصيا على المنتخب او على احد افراد المنتخب، يحاول انه يبثه خلال المنافسات. بعد البطوله يسوون اللي يبونه بكيفهم وبراحتهم، بس اثناء البطوله نتمنى انهم يخفون شوي على لعيبتنا، لانه مستويات اعمار اللعيبه ومعدل الاعمار صغير، وفي لعيبه اللي اول مره يشاركون منتخب اول مره يشاركون بطولات مثل هذه، وخصوصا بطوله الخليج. بطوله الخليج تعتمد على التهيئه النفسيه بشكل كبير، والفرق اللي اقل يعني يتسلط عليها اقل الضغط هي اللي تبرز وتنجز. فان شاء الله انه لعبتنا ان شاء الله نقدر ان شاء الله نحن نتجاوز هذه النقطه بمساعده اعلامنا الرياضي. اما بالنسبه لي انا شخصيا فانا تعودت على الامور هذه، سواء كان تحمل مسؤوليه من عدم تحمل مسؤوليه، اشياء اكثر، وبالعكس هذه خلتني اسير اقوى يعني. طيب لما الاعلام يرشح المنتخب السعودي، اقصد فيه الاعلام السعودي، احنا كاعلام نرشح المنتخب السعودي انه هو الابرز والمرشح الاول لتحقيق هذه البطوله، هذا نوع من اللي تشوفه سلبي او ايجابي او في ضغط كبير عليك؟ والله شوف، كل يقيس الموضوع بمقياسه. يعني انت لما تترشح المنتخب السعودي ترشح على ايش؟ يعني ترشح على مستوى، ترشح على مستوى المنتخبات الاخرى، ترشح على انه خبره، لاسماء لعيبه، يعني كل يقيس الموضوع بمقياسه. انا وجهه نظري انها بطوله صعبه، جميع الفرق تملك نفس الحظوظ، قد يكون يمكن مع احترامي له المنتخب اليمني هو اللي يفرق في الحظوظ، لكن باقي المنتخبات حظوظها متساويه. المنتخب السعودي اكيد انه في كل بطوله حيكون مرشح، بس احنا قبل يعني كنا نتاهل بكاس العالم ونخسر كاس الخليج، فهذا مو ونفس الشيء كنا نخسر تاهل في كاس العالم ونحقق كاس الخليج، فالموضوع مو هو بحتمي. طيب بالنسبه لياسر شخصيا، بطوله الخليج اخر بطوله له ولا تصفيات اسيا ومن ثم بطوله اسيا؟ والله انا الان امامي وتركيزي وتفكيري كله في بطوله الخليج، وبعدها ان شاء الله لكل حديث باذن الله. شكرا لك. الله يعطيكم العافيه.